مساء الخير عليكم. هنتكلم بقى في الفيديو ده عن الاكسنت ار بي، موديلات الاكسنت ار بي من كام لكام، وبعد كده الشكل نزل بعد كده ايه، والفرق بين الكوري والمصري. اول موديل نزل في الاكسنت ار بي من اول 2011 لحد 2019. من 2011 لحد 2019 دي الاكسنت ار بي الكوري، نزلت من 2011 لحد 2019. عربيه عملت مبيع رهيب، انتشرت جامد في الشارع. عربيه كويسه، قطع غيارها موجوده، استهلاك البنزين بتاعها الى حد ما كويس. عيوبها بالنسبه لي ان هي الصالون بتاعها ضيق شويه. الفئات اللي فيها يعتبر هم فئتين. اول فئه بتبقى فاضيه خالص، ما فيهاش غير 4 ازاز كهرباء وتكييف وباور وسنتر، ما فيهاش بقى مالتي، ما فيهاش سنسور، ما فيهاش، يعني يعتبر اوتوماتيك فاضيه. الفئه الثانيه منها بتبقى فيها فتحه سقف وطاره مالتي بس، لكن ما بيبقاش فيها اي بي اس، ما بيبقاش فيها ايرباج، ما بيبقاش فيها طاره مالتي، ما بتبقاش فيها جنط، بتبقى نازله بجنط حديد عادي وتصاد. في فئه منها بتبقى فيها اي بي اس او جنط او فتحه سقف بس قليله قوي، ونزلت في موديل او موديلين في 2012 او في 2011 وما استمرتش. هم الفئتين اللي استمروا اللي هي الفئه الاولى والثانيه. الاولى اللي هي الفاضيه ما فيهاش اي حاجه غير الازاز كهرباء وتكييف وباور وسنتر، والفئه الثانيه منها نفس الكلام بس فتحه سقف وطاره مالتي، لكن ما فيش اي بي اس ولا ايرباج. ودي حاجه في نظري يعني تعبها، ان هي الفئه بتاعتها ما فيهاش فرامل اي بي اس ولا فيها ايرباج. فيها برضو عيب، العربيه دي بتجيب على طول علبه دركسيون. الدركسيون بتاعتها مش بتستحمل، على طول بتضرب زيت، على طول لازم تتغير، ما بتقعدش وقت الى حد ما يعني في العربيه، حتى لو انت استعمالك خفيف. ضيقه زي ما انا قلت، شنطتها صغيره، واطيه عن الارض، لكن غير كده هي كلها يعتبر فيها مميزات. موتورها كويس، تكييفها كويس، قطع غيارها موجوده، قطع غيارها رخيصه، عربيه شكلها من بره كويس، سحبها حلو، عربيه ممتازه في نظري يعني. وسعرها كان لما نزل، كانت هي اول ما نزلت سنه 2011 او 2012 كانت عامله 104,000 او 105,000 على ما اتذكر زيرو. طبعا دلوقتي مع اختلاف الاسعار بتاعتها، دلوقتي بقت عامله مستعمله 2011 2012 300,000 جنيه، وده سعر اوفر قوي عليها، لان هي اكيد 2011 2012 واحنا في 2023 مش هتكون حالتها تستاهل ان انا او تستدعي ان انا ادفع فيها الرقم ده. ده غير ان هي ما فيهاش اي رفاهيه بالنسبه لي، ما فيهاش اي بي اس، ما فيهاش ايرباج، ما فيهاش سنسور، ما فيهاش ازاز فاميه. فيعتبر 300,000 جنيه خساره فيها، خصوصا ان هي موديل قديم او 11 سنه فاتوا عليها او 12 سنه، فما حدش طبيعي يدفع الثمن ده فيها. هي فيها ميزه ان هي من 2011 لحد 2019 دي اكسنت ار بي الكوري. نزل بعد كده، وقفت عند 2019 ونزل بعدها الشكل اللي ظاهر معانا على الشاشه دلوقتي اللي هو اسمه الاكسنت اتش سي اي. اتش سي اي دي نزلت تعديل من الاكسنت ار بي، تغيير في الشكل شويه، لكن هي في كل المواصفات او في كل اللي فيها. ونزلت يعتبر 2020 و21 ووقفت، ما نزلتش تاني. في نفس الوقت ما عملتش بيع خالص، ما انتشرتش في الشارع. يعتبر بالنسبه لي عربيه فشلت، هي مش كويسه. قاموا رجع غبور بقى، قام جاب الاكسنت ار بي تاني اللي هي كانت الكوري، قام نزلها تاني عشان عارف ان هي عليها اقبال او الناس كانت عاوزاها، قام نزلها تاني بس تقفيل مصري. نزلت تقفيل مصري، نزلت 4 فئات. اول ما نزلت في 2021 كانت الفئه الاولى منها زيرو ب 205، والفئه الثانيه كانت ب 215، الفئه الثالثه كانت ب 225، الفئه الرابعه كانت ب 245. الاربع فئات كانت اول فئه فاضيه خالص، ما فيهاش غير الفتيس اوتوماتيك واربعه ازاز كهرباء وتكييف وباور وسنتر. الفئه الثانيه كانت بتزيد عليها فتحه السقف والطاره مالتي. الفئه الثالثه كانت نفس الكلام وفيها ايرباج واي بي اس. الفئه الرابعه فيها كل حاجه، طاره مالتي، ايرباج، اي بي اس، فتحه سقف، وكان فيها جنط 16 بينزل فيها الاصلي. وده كان ميزه في الفئه الرابعه، ان الجنط 16 اللي بينزل فيها كان بيعلي العربيه، ما بيخليش العربيه تحك معاك. لكن الثلاث فئات الاولانيين، الاولى والثانيه والثالثه، كانت بتنزل بالجنط العادي، فده كان بيخلي العربيه تحك لان هي بتبقى واطيه. لكن الجنط 16 كان ميزه، لان هو كان بيعلي العربيه، ما بيحسسكش ان العربيه واطيه خالص. في حاجه ثانيه نسيتها، في الاربع فئات من اول 2021 العربيه بتنزل فاميه،
كامل، يعني فوميه جنبين وخلفي على الرخصه. لكن في موديلات الكوري اللي فاتت اللي هي من 2011 ل 2019 كانت بتنزل ازاز عادي كلها. لو لقيت عربيه موديل 2017 2018 2019 ازازها فوميه، تعرف ان العربيه دي معمول لها فوميه او متغير لها ازاز، لان الازاز الفوميه نزل في التقفيل المصري اللي هي من 2021 زي ما هي ظاهره قدامنا كده. فاحنا من 2011 ل 2019 اي موديل في دول ده الموديل الكوري. من 2021 لحد دلوقتي ده التقفيل المصري، هي نفس العربيه بس التقفيل مصري مش تقفيل الكوري زي القديمه. عشان كده ممكن تلاقي واحد معاه عربيه اكسنت ار بي 2019 يعتبر موديل قديم، وواحد تاني معاه 2021 تلاقي ال 2019 عارضها اغلى من ال 21. الاثنين مستعملين والاثنين نفس الحاله، بس المفروض ال 21 تبقى اغلى لان عربيه احدث سنتين بالنسبه لل 19. لا، هتلاقي اللي طالب ال 2019 طالب فيها رقم اعلى من ال 2021. حتى انت يعني لو مش ما عندكش خلفيه عن العربيه هتستغرب، هتقول ازاي 2019 اغلى من 2021. فهتلاقي صاحبها بيتحجج بان هي لا دي تقفيل الكوري، لا دي كوري كامله دي، وهم الفرق بينهم مش فظيع يعني. الاثنين نفس المستوى، والاثنين هو عيب التقفيل ودي حاجه بسيطه يعني. وانت لو ركبت الاثنين مش هتحس بفرق خالص بين الاثنين. بس دي كلمه دارجه عشان صاحب العربيه اللي هو معاه كوري عايز يحلل العربيه عشان يعرف يبيعها بالسعر الاوفر اللي هي فيه. بالمناسبه سعر الاكسنت ار بي من 2015 لحد 2019 الناس بتطلب فيه من 380,000 جنيه لحد 450,000 جنيه مستعمله. ولو حد معاه 2021 او 2022 بلاقي ناس طالبه فيها 500,000 جنيه او 520,000 جنيه. وده طبعا مستحيل انا او اي حد او انصح حد ان هو يجيبها بالسعر ده. طالما هتدفع 500,000 جنيه في عربيه مستعمله، لا روح هات الانترا ام دي 2016، روح هات جراند كيا سيراتو فيس ليفت 2017 2016، روح هات تويوتا كورولا شكل قديم 2013 2014 بالثمن ده. ما تجيبش اكسنت ار بي عشان هي 2022 تروح جايبها بالنص مليون جنيه. لا، تركبش عربيه ضعيفه وضيقه وصالونها ضيق وشنطتها ضيقه وما فيهاش رفاهيه بالنسبه لك وتلاقي نفسك دافع 520,000 جنيه عشان هي موديل 21. لا، هات عربيه موديل 2016 2017 في الماركات المحترمه زي السيراتو 2015 و16 او الانترا ام دي 2015 و16 وتبقى حالتها نفس حاله العربيه ال 21 ومش هتفرق معاك الاربع خمس سنين الفرق بين 2015 الانترا او سيراتو او 2021 اكسنت ار بي. لا، 5 سنين دول مش هيعملوا لك حاجه خالص، غير ان انت بعد ما تجيبها هتحس ان العربيه ضعيفه، العربيه خفيفه، العربيه تقفيل مصري، العربيه ما فيهاش رفاهيه، ما فيهاش فتحه سقف بالنسبه لك، ما فيهاش جانت، ما فيهاش تارا مالتي، ما فيهاش اي بي اس، ما فيهاش 2 ايرباج. مفيش حد في مصر دلوقتي بيجيب عربيه ويدفع فيها فوق 400,000 جنيه ما يكونش فيها اي بي اس وايرباج. انا حسيت بالفرق لما كنت راكب عربيه قبل كده اللي فاتت ما كانش فيها اي بي اس وما كانش فيها ايرباج. دلوقتي العربيه اللي معايا فيها اي بي اس، لا حسيت بالفرق. انا كنت بدوس فرامل بلاقي العربيه بتمشي زياده مش بتقف. الاي بي اس ليه عامل كبير قوي انت مش هتحس بيه او انت مش هتقدره الا لو ركبت عربيتين في نفس الوقت من نفس الماركه وجربت الاثنين وجريت بيهم ودوست فرامل بدي ودوست فرامل بدي. مش هتقول لا انا مش هركب عربيه بفرامل عاديه تماما. في ناس كتير معاها عربيات كويسه وكل حاجه بس ما فيهاش فرامل اي بي اس بيبقى مش عايز يستغنى عن العربيه عشان هو العربيه دي معاه من الزيرو. بس العيب الوحيد اللي فيها ان هو ساعه ما جه يشتريها ما قدرش يجيب الفئه اللي فيها الاي بي اس فعايز يركبه لها دلوقتي، وده مش صح. الاي بي اس ما ينفعش يركب عشان لو ركب مش الفابريكا او مش اللي هو جاي من المصنع مع العربيه بيحصل فيه مشاكل، وساعات ممكن يفصل مره واحده، ممكن تيجي تدوس فرامل ما تلاقيش فرامل عشان انت لاعب في العربيه ومش الصنايعي اللي هيعمل لك الاي بي اس. والاي بي اس ده بيبقى على الاربع فرد وحوار كبير كده، ما ينفعش ان انت تركبه. حتى لو اللي هيركبه لك ده قال لك انا مجربه وضم ومش عارف، تجيب العربيه نازله هي كده اصلها فيها اي بي اس، غير كده يبقى اركبها واستحملها وقدر فراملها واعتبر نفسك في الاكسنت ار بي اللي ما فيهاش اي بي اس اكنك راكب فيرنا. الاثنين فراملهم الى حد ما متوسطين، مش اعلى حاجه، ومش ان انت تبقى بتجري وتلزق في اللي قدامك وحاسس ان الفرامل هتجيبك. لا، انت مش راكب ولا بي ام ولا مرسيدس ولا عربيه من العربيات الالماني اللي فيها الاي بي اس او تدوس على الفرامل العربيه هتلحقك. ده كان موضوعنا عن الاكسنت ار بي بالثلاث اشكال او ثلاث موديلات بتوعها اللي نزل فيها من 2011 ل 2019 وبعد كده الاتش سي اي 2011 و 2020 21 وبعد كده نزلت تاني نفس الشكل بتاع الكوري بس تقفيل مصري
من 2021. يبقى لو شفنا 2021 2022 2023 نعرف ان دي تقفيل المصري اللي هي نازله من 2021، ملهاش علاقه خالص بالشكل اللي قبل كده، بس الاثنين اخوات في كل حاجه في الشكل. لو عايزين نتكلم عن عربيه تانية او نسال عن عربيه او نستفسر عن حاجه تخص العربيات، اكتب لي في كومنتات وانا هبقى اعرضها في الفيديو اللي جاي